ابني بيقول لي انا هشرب ميه في نهار رمضان، انا مش شايف ان في حكمه من العطش. لو احنا بنصوم علشان خاطر نحس بالفقراء، ما كفايه ما ناكلش كمان ما نشربش؟ طب ما الفقراء كمان بيصوموا. الله، طب هما كمان بيصوموا عشان يحسوا بمين لما احنا بنصوم علشان خاطر الفقراء؟ الحقيقه الولد عنده حق وكلامه منطقي. فكره ان الهدف من الصيام هو الاحساس بالفقراء بس، ده فكره غلط 100%. انا ما شفتش آية في القرآن بتقول ان احنا بنصوم علشان خاطر نحس بالفقراء. الفكرة دي بتطلع ملايين متخيلين ان الصيام تكدير وعكننة وكبت، شوية جوع على شوية عطش على صداع. كان ممكن نحس بالفقراء بأي طريقة تانية غير دي. ودي كارثة لأننا هنخسر الهدف الوحيد من الصيام، ولما الهدف يضيع منك هتتعب أكتر لأنك مش فاهم حكمته أصلا. علم أولادك إن الصيام مفروض علينا عشان نتعلم إزاي نتحكم في شهواتنا. علم أولادك إن الصيام مفروض علينا علشان نقدر نتحمل الصعب. علم ولادك إن الصيام بيمنعنا من شهوات حلال علشان بعد كده ترك المعاصي والحرام يبقى سهل. وعلم ولادك إن الصيام اللي بيمنعنا عن الحلال أنت بتقول له سمعا وطاعة، هو ده قمة الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. وعلم ولادك ان التسليم المطلق لله من غير ليه وازاي هو ده اللي احنا اتخلقنا علشان. علمه كمان من دلوقتي علشان بعدين هيبقى الموضوع اصعب بكتير لو كبر من غير ما يتعلم. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.